أرض النادي الأهلي مباراة كرة القدم في الدوري العام بين فريق النادي الأهلي وفريق الأولمبي. حضرها جمهور كبير من مشجعي كرة القدم والمهتمين بها. وبدأت المباراة بهجوم متواصل من لاعبي النادي الأهلي الذي كان يهدد مرمى الأولمبي، ولكن المهاجمين لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم. وأحسن مهاجمو الأولمبي استغلال الفرص وأصبحوا أنشط وأخطر من مهاجمي الأهلي، وتمكنوا من تسجيل هدفهم الأول بعد 10 دقائق من بدء المباراة. ثم توالى اللاعب ضم، ولكن فريق الأولمبي تمكن من تسجيل هدفين آخرين. وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي واستعاد ثقته بنفسه، واستمر اللاعب قويا إلى أن تمكن الأهلي من تسجيل هدفين، وانتهت المباراة بفوز الأولمبي على الأهلي 3-2. أقيمت بالنادي الأهلي بالجزيرة مباراة الدوري العام في كرة القدم بين فريقي الأهلي والإسماعيلي، وقد شهد هذه المباراة آلاف من الجماهير وكبار الرياضيين. وبدا من أول وهلة أن فريق الأهلي يعتمد على التمريرات القصيرة السريعة، بينما عمد هجوم الإسماعيلي إلى إرسال الكرات البينية العالية وراء ظهر الأهلي والجري وراءها بسرعة. وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الإسماعيلي ب3 إصابات. أقيمت على أرض النادي الأهلي بالجزيرة المباراة الكبرى في كرة القدم لصالح مدينة بورسعيد الباسلة بين فريق الأهلي والزمالك، وقد أناب الرئيس جمال عبد الناصر الدكتور نور الدين فراس لحضور هذه المباراة. وأوقف الحكم المباراة دقيقة واحدة ترحما على أرواح الشهداء في مدينة بورسعيد. ثم استؤنفت المباراة بحماس بين الفريقين، ولم يمض بعض الوقت حتى تمكن الدزوي من إصابة مرمى الزمالك مسجلا هدف الأهلي الأول، وأثارت الإصابة الحمية في نفوس لاعبي الزمالك ورد الهجمات المتوالية التي قام بها هجوم الأهلي واندفع هجومهم نحو المرمى، ولكن الأهلي صمد لهذه الهجمات، وبعدها تساوت الكفتان حتى تمكن الزمالك من إصابة مرمى الأهلي في الشوط الثاني، وبعد قليل تمكن الأهليون من إصابة مرمى الخصم، وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بإصابتين مقابل إصابة واحدة. في ختام المباراة سلم نائب الرئيس كأس بورسعيد إلى الفريق الفائز تشكي لكرة القدم مع فريق النادي الأهلي، وقد اكتظ الملعب بآلاف من المشاهدين أقبلوا لحضور آخر مباراة لفريق أودا الشهير في مصر. بدأت المباراة بهجوم من فريق أودا ومحاولات من فريق الأهلي، واستمر الهجوم التشكي قويا جارفا، وكان لما بذله الدفاع المصري من مجهود الفضل الأول في صد هذا الهجوم. وسارت الكرة سجالا بين الفريقين إلى أن انتهت المباراة بالتعادل دون أهداف بين فريق أودا بطل تشيكوسلوفاكيا والأهلي بطل مصر. فاز فريق النادي الأهلي ببطولة الدوري العام لكرة القدم لعام 1962 بعد انتصاره على فريق الزمالك في المباراة الختامية التي أقيمت بأرض نادي الزمالك، وشهدها كبار الشخصيات الرياضية وآلاف من الجماهير. بدأت المباراة الكبيرة بهجوم الزمالك هجوما شديدا استمر 10 دقائق على مرمى الأهلي، ولكن الهجوم ارتد بدوره سريعا دون نتيجة بفضل دفاع الأهلي القوي. وبدأ الأهلي يتخذ بدوره خطة الهجوم، لكن هجومه يتبادل الكرة في تمريرات قصيرة حتى تمكن السايس من تسجيل الهدف الأول في مرمى الزمالك بعد 21 دقيقة من الشوط الأول. في الشوط الثاني حاول الزمالك أن يحقق التعادل أو الفوز، وتكاتف الفريق كله ليحقق هذه الغاية، ولكن الأهلي صمد للهجمات بل سيطر على الكرة وعلى الملعب بأسرع حتى تمكن طارق سليم من إحراز الهدف الثاني بقذيفة أرضية قوية.
وقبل نهاية المباراة تمكن رفعت الخناجيري من إصابة الهدف السادس بين دهشة اللاعبين والمتفرجين. واحتفظ فريق الأهلي ببطولة الدوري العام في عامه الرابع.